بيته في مصر هنا بكام يوم، وبعدين طلعته على الساحل الشمالي بتاع. خايف عليه يعني، خايف عليه فعلا. خايف ان نبيل ممكن حد عندي، دي كوره، مش خايف حد برضه يفسرها بطريقه تانية يعني. اه ما كلوش كابتن يمكن الوحيد اللي كنا انترستنج فيه شويه معروف. معروف ومعروف كان مصر انه يجي النادي الاهلي. كان مصر إن هو كان يجي كده. مصر ان هو يجي النادي الاهلي. معروف لوكس بيقول لك حصل ضغط بقى جامد جدا ان هو كان لازم، يعني لازم الثلاثه يروح مع بعض نادي يعني ده الزمالك. كان قرار اتحاد الشرطه. نروح لحسني عبد ربه بقى. حسني ده حسني عبد ربه ده لعيب جميل. الجماهير طلعت لعيب وعملت لعيب جميل. نعش بتاع حسني عبد عملوا ربه نعش وبتاع في في البلد. وطبعا كان الموضوع كان صعب قوي ان حسني فعلا، يعني ان حسني كان يجي النادي الاهلي، مع انه كان هتفرق كتير قوي يعني. هتفرق حسني كتير. يعني تفرق كتير معاه. مم. بس ربنا وفقه ان شاء الله. بس حسني خد برضه مجهود كتير قوي، مجهود كتير قوي يعني مضى كم مره في الاهلي؟ لا هي مره مره واحده. بس يعني بس نصيب بقى الحمد لله. اه نصيب ان هو الحمد لله يعني ما توفقش ان هو يجي النادي الاهلي يعني. بس انت خبيته في الساحل الشمالي فعلا. خبيته في الساحل الشمالي. خبيته في حته ما حدش كان يعرف يجيبه ساعتها يعني. خبيته في مصر هنا بكام يوم، وبعدين طلعته على الساحل الشمالي بتاع. خايف عليه يعني، خايف عليه فعلا. خايف ان نبيل ممكن حد عندي، دي كوره، مش خايف حد برضه يفسرها بطريقه تانية يعني. اه فطبعا يعني لازم اخاف عليه. هو الفكره انت كنت بتقول لي مع وائل جمعه الموبايل، رميت الموبايل وجبت له موبايل جديد عشان ما حدش واللعيبه يعرف يوصل بتخبي. انت ايه الفكره في الكونسبت اللي انت تعمل كده؟ عشان ما حدش يعرف يوصل له ويلعب في دماغه ويقول له كده كده. اصل خلاص يعني في حاجات حاسب، خلاص احنا خدنا القرار والراجل الخواجه عايز ده، يبقى لازم ده يجي يعني. فما ينفعش حد يخش ياثر عليه تاني، او حد يخش يزايد على النادي الاهلي ولا بتاع كلام. ما ينفعش، ما مم. ينفعش خالص يعني. يعني انا فاكر الموضوع بتاع نادي اتحاد الشرطه لما كان في لعيبه هنيجي ليه. خالد قمر وبتاع هنيجي مش ليه عارف الموضوع ده. يعني دي انا اتقال بكذا طريقه. كان هو الحقيقه ان النادي الاهلي ساعتها ما كانش تارجت للثلاثه لا ما انا الاولى اقول دول. لك اللي حصل. انت طلعت قلت امم ان خالد قمر ومعروف يوسف واحمد دودار امم انتوا كاهلي اصلا ما كنتوش مهتمين بيه. ما كلوش كابتن يمكن الوحيد اللي كنا انترستنج فيه شويه معروف. معروف ومعروف كان مصر انه يجي النادي الاهلي. كان مصر ان هو كان يجي كده. مصر ان هو يجي النادي الاهلي. وده اللي مضيته عندي انا في المكتب. كان معروف البتاع مضيته عندي في المكتب وكان مصر. بس حصل اي ضغط غير طبيعي ان هو ما يجيش النادي الاهلي. ماشي. كابتن احمد سليمان امم بعدها طلع على الصفحه الشخصيه عنده قال حكى لا، القصه. تحياتي ليه طبعا كده. طبعا الكابتن احمد سليمان حد لا، محترم. جدا. طلع اتكلم وقال ان الحاج محمد عبد الوهاب بالقصه لا مش كده اللي حصل، اللي انت كنت موجود وهو كان موجود. وكان الشط عربيه فيها كابتن فلوس. علاء صادق كان موجود. صادق كان موجود كان صح. واتصل رئيس النادي ساعتها اتصل في اتحاد الشرطه، اتصل باللعيبه واحد واحد واللعيبه كلها اختارت لا الزمالك. ما حصلش الكلام ده، ما حصلش. هو كان ايه اللي كان حصل؟ كان كابتن عبد الصادق موجود وانا كنت موجود فعلا. كنا في اتحاد الشرطه كنا بنتكلم على الثلاثه. بس ساعتها احنا كنا في لعيبه تانية بنتكلم معاها وكنا عايزين لا نادي بس الزمالك. الموضوع، قول لي الموضوع ده ما بالذات. انا بقول لك يعني ساعتها خالد قمر اه كلمني في التليفون كان قبليها. وانا خالد قمر انا كنت بعته كنت متفق معاه على كل حاجه، وبعته للباشمهندس عدلي في المرسى بتاع النادي الاهلي. حلو. ومضى وبتاع وكل حاجه مع النادي يعني كده خالد قمر الاهلي. كان ماضي. كان ماضي. معروف ماضي. معروف كان ماضي. تمام. ما بس ساعتها كان في لعيبه تاني احنا بنتكلم معاها. وكان في مزايده على الاسعار بطريقه، كانت الاسعار تطلع بطريقه غير طبيعيه. دي حقيقة. فاحنا كنا عايزين نخلص شغلنا، فقعدنا اتشغلنا مع النادي الزمالك في الثلاثه دول عشان نعرف نخلص حاجات التانية. تمام كمل. مم. بس بقى مع احمد خالد اه قمر كان اه ماضي اه للاهلي. ايه اللي حصل؟ ودي بضل بتاعي مش عارف كان ماضي ولا مش ماضي. انا مش فاكر كان ماضي تمام. ولا مش ماضي. كلمك يعني عشان النسخ العقد. كلمني قال يا محمد انا كنت عند المستشار مرتضى، والراجل جاب لي اكله سمك جامده جدا، واداني مبلغ كبير قوي معايا في ايديا. انا عمال بعد 800,000 جنيه ولا حاجه كده. انا عمري ما شفت مسكت الفلوس دي. قلت له بقول لك ايه، الف مبروك عليك، ربنا يوفقك، بس شد حيلك وخلي بالك من شغلك وربنا يوفقك. ده خالد قمر. خالد اول كده خلاص. يعني انا حبيت له خير يعني. ربنا يوفقك. واعتبر ان العقد ده كانه بياكل يعني خالص. ما تقلقش خالص. يعني خدت 800,000 جنيه غلط وقعدت خلاص. عينيه فخلاص. وكان سمك وجمبري وبتاع وتظبط. وكان مبسوط جدا هو وبتاع. فالحمد لله. ومعروف يوسف. معروف لوكس بيقول لك حصل ضغط بقى جامد جدا ان هو كان لازم، يعني لازم الثلاثه يروح مع بعض نادي يعني ده الزمالك. كان قرار اتحاد الشرطه. كان اتحاد الشرطه ان هم الثلاثه مع بعض يروحوا نادي الزمالك. خلاص. طب انتوا كاهلي ما زعلتوش ان لا اتحاد لا لا الشرطه؟ خالص مش يعني موضوع عدى ان احنا بقول لك كنا مشغولين بلعيبه تانية كتير قوي. كنا حاطينه في دماغنا، ما كناش عايزين مزايده عليهم.